ازاي تاخد ايجار 250 الف جنيه في السنه لو انت بتدفع 10000 جنيه في الشهر ومقدم 300,000؟ في شركه في العاصمه الاداريه في منطقه وسط البلد او الداون تاون. منطقه وسط البلد دي اللي هي حواليها الحي الحكومي والبنوك والوزارات وفندق الماسا والمناطق السكنيه ومسجد مصر. وسط البلد انا بشبهها يعني بما يشبه دلوقتي مثلا شارع عباس العقاد في مدينه نصر. الشركه دي عامله عرض خطير، وهو ان هي بتقسط على 12 سنه بدون فوائد، وبتعمل معاك حاجه اسمها عائد على المقدم. يعني الفلوس اللي بتحطها كمقدم بتاخد عليها ارباح او فوائد كانها في البنك. ومش بس كده، دي بتمضي معاك عقد اسمه ايجار الزامي. يعني لو انت مش هتشغل الوحده بنفسك، الشركه ملتزمه ان هي تاجرها لك بحد ادنى 250 الف جنيه في السنه. ومش بس كده، ده كمان عندهم محلات تجاريه. المحلات التجاريه دي تجيب لك عائد يبدا من اول 600 الف جنيه في السنه بمقدم كام؟ بمقدم 700,000. يعني تدفع 700,000 جنيه وقسط في الشهر 25,000، تحصل على عائد إيجاري كل سنة 600,000 جنيه قابل للزيادة. لو عايز تعرف تفاصيل أكتر ابعت لي بياناتك أو اتصل بيا على الرقم اللي ظاهر على الشاشة، وهقول لك طريقة الحجز وتشوف الإنشاءات بنفسك.